وبعديها تيجي اهم لحظه في مسيره عصام، وهو مسلسل بالطو، واللي اتعرض على عمر المهندس انه يعمل مسلسل كامل من انتاج واتشت، ومسلسل من كتابه الكاتب احمد عاطف الدكتور الحقيقي. ولما عرض عمر على الفكره على عصام رفض في الاول وخاف انه يعمله، وكان شايف انه مش هيبقى يقدر يشيل البطوله كلها لوحده، وقال له انا ممكن اعمل معاك دور في المسلسل لكن مش البطوله. عمر قال له يا انت البطل يا اما مش هعمل المسلسل. وهنا تيجي اهم حاجه، الايمان، ان يكون في ناس مؤمنه بيك ومؤمنين بموهبتك. عمر المهندس كان مصدق ومؤمن في عصام قوي وانه هيبقى نجم كبير، واصلا عمر يعتبر حاليا نجم اخراج كبير. وفعلا ابتدوا عرض المسلسل، واللي بيتفاجئ عصام بنجاحه الكبير والحاله اللي كان عاملها، وبقت الناس توقفه تتصور معاه اكتر ما كانت الناس بتوقفه في الاول. وده لان عصام ممثل تقيل والقبول بينط من وشه سبحان الله. وطيب، لا طيب اطيب من بقى سلطان نفسه، بس هو ما بيحبش الموضوع ده عشان هيزنقه في ادوار معينه، ده حسب رايه. وبعد الضجه بتاعت مسلسل بالطو بيعمل مسلسل انا شخصيا بحبه جدا، ومسلسل مسار اجباري. المسلسل كان بطولته هو واحمد داش، ومسلسل يعتبر خطوه كبيره في مسيره عصام، وبرضه عصام اتعرف وبقى نجم كبير. وبعديها بيعمل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وللاسف لسه ما شفتوش، بس الفيلم بياخد جوائز كتير منها افضل تيزر عالميا، ودي مش جايزه قليله. وعصام لما كان بيحضر عرض الفيلم بصه كلنا عارفينها، وهي انه وصل، وان قراره في انه يسيب امريكا وشغله ما كانش غلط، وان شغفه وطموحه كانوا في محلهم، وانه بقى نجم وممثل كبير.